بقول لك يا وزير. ايه يا حبيب اخويا؟ يا اسطى انا سمعت ان انت والصنايعي اللي معاك المنجد دوت اتقتلتوا ضرب امبارح. لا يا عم انا مفيش حاجه، احكي لك. تمام. امبارح يا معلم كان في ناس واقفه معانا، فبيسالوا الصنايعي بيقول له يا اسطى ميعاد الغدا جه، نجيب لك غدا ايه؟ فقال لهم بصوا انا عايز نص كيلو كباب ونص فرخه وبتاع ربع كيلو ريش وكده. ف فالناس قالت له خلاص عينينا، بس الاكل ده كتير عليك، ده انت والصنايعي اللي معاك. فقال لهم لا، ده انت ده ما بياكلش، ده صايم. فرحت انا باصص له كده وقلت يا عم عادي ماشي. فقالوا له انت متاكد ان هو صايم ولا هنجيب له اكل عادي يا عم وهنجيب لك انت الاكل اللي انت عايزه؟ قال لهم لا ده ما بياكلش، ده صايم. فانا قلت له يا عم ماشي. فراح يا معلم جابوا له الاكل وجه وقعد كل. والمهم الناس جايه بتعمل الشاي، فرحت انا داخل عليهم وقلت لهم بصوا يا جدعان، الصناعي اللي معايا، الصناعي اللي معايا ده، الراجل ده بيجي له حاله صرع في اوقات كده غير متوقعه. يعني انت اول ما تلاقيه بيعمل كده وبيعمل كده وبيلف حوالين نفسه بس من غير ما يتكلم، اعرف ان كده جاله الصرع وهيدغدغ كل الدنيا. انا بص، انا البنيات اللي في وشي دي كلها منه بسبب الصرع اللي بيجي له ده. فقال له والله، قلت لهم اه. فقال له خلاص ماشي. فالناس بقت قاعدين ايه قاطعين عليه كده. فالمهم يا معلم رحت انا واخد المقص بتاعه ورحت مداريه. وهو في ايه بقى هيتجنن بقى، عمال يلف بقى، عمال يدور ايه على المفتاح. فالناس اول ما شافته عمال يلف كده ومتجنن قالت لك بس ده هيجي له الصرع. راحوا نازلين عليه دب 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 دب. بس انا كنت قايل لهم اول ما تحسوا انه هيجي له صرع اضربوه وهمدوه، اول ما يهمد هو هيهدى. فهم اول ما شافوه كده راحوا ماسكين ودب دب 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 دب. الراجل همد قال لهم يا جدعان، يا جدعان بتضربوني ليه، انا عملت لكم ايه؟ فراحوا قايلين له ايه، اصل الراجل الصناعي اللي معاك قال لنا انت بتجيلك حاله صرع كده، فاول ما تجيلك حاله الصرع دي لازم نضربك عشان نهمدك كده وتهدى. فراح قايل لي انت هلا، انت هلا انا عندي صرع هلا. قلت له يعني انا اللي صايم؟ جامده يا اسطى.